حبايبنا طلاب الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. باذن الله هنكمل مع بعض البلاي ليست دي اللي كنا بنشرح فيها الفاندامنتالز بتاعة الفيزيكس. ان شاء الله النهارده في لكتشر 2 هنشرح الجزء الخاص بالسلوب والجزء بتاع الفيجرز وازاي تعرف الفيجر والكلام ده كله. مش محتاج اقول لك ان الفيجرز في الفيزياء هي تعتبر اساس حياتك. انت بتحل بالفيزياء كتير جدا بالفيجرز، بيجي لك رسومات بيانيه كتيره جدا وتبدا تتعامل معاها. لازم تتعلم اساسيات الفيجرز والسلوبس. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي لما يجي لي ايكويشن عموما اقدر ارسم الايكويشن دي بشكل صحيح. طيب اول خطوه يا جماعه احنا عايزين نثبت حاجات ما بيننا وبين بعض. مش محتاج اقول لك ان في قانون لازم تحفظه، كل مره ارجع واقولها لك تاني. في قانون يا جماعه انت لازم تحفظه، القانون ده انت لازم تبدا بيه. القانون اللي انت لازم تحفظه وتبدا بيه ده كل اللي انت محتاجه مني ان انت تتعلم اساسيات القانون وتبدا تتعامل معاه. اول خطوه عندنا واحنا بنرسم علاقه، اول خطوه خالص في البدايه لازم الواي اكسس يبقى في طرف لوحده. طيب الخطوه الاولى ان الواي اكسس يبقى في طرف لوحده. 2 الاكس اكسس يبقى ظاهر قدامي في طرف يمين، الطرف الثاني يعني. واخر حاجه والثالثه ان بقيه الفيزيكال كوانتيتيز اللي موجوده في القانون تفضل ثابته. تفضل ايه؟ ثابته. احنا دلوقتي هنتعلم، هناخد 4 رسومات او 5 نبدا نرسمهم الاول في شكل فجر ونعرف الفجر ده هيبدا ازاي. قبل ما نبدا احنا عندنا الفيجرز انواع. في دايركت بيطلع دايركت كل ما انت هتزود ليها، كل ما دي تزيد دي تزيد، تمام؟ او في انفرس او ان دايركت، دي كل ما تزيد دي تقل، تمام؟ طيب الدايركت والان دايركت بقى قصه. الان دايركت دي فيها بتكون نون يونيفورم، والدايركت في منها يونيفورم ونون يونيفورم، تمام؟ طيب في بقى في الدايركت دي في دايركت بيبدا من الزيرو، في دايركت بيبدا من فوق الزيرو، في دايركت بيبدا من تحت الزيرو. طيب كل واحده من دول البدايه بتاعتها ليه بتختلف عن اختها الثانيه؟ ليه البدايات ما بينهم كلهم ما بينهم مختلفه؟ يا جماعه الموضوع ده مرعب جامد. بص كده، شايف الشكل ده؟ احنا هنبدا بالشكل ده. اول حاجه خالص لو انت ركزت كويس معايا هتلاقي ان الايكويشن دي بادئه من الزيرو عادي خالص اهي. بص شايف بادئه من الزيرو وبتزيد بشكل يونيفورم. دي بادئه من فوق الزيرو، ده الزيرو اهو، هي بادئه من فوق الزيرو. هنا دي بادئه من تحت الزيرو، ده الزيرو ودي تحت. طيب دي ديكريزنج بتقل اصلا. فانا عندي اشكال كتيره، ده امتى وده امتى وده امتى وده امتى. هنا بقى بتيجي معاك حاجتين. اول حاجه انت لازم تتعلم الطريقه اللي بنرسم بيها، وبعد كده هتكتسب الخبره من نفسك. انت من جواك كده هتبدا تكتسب الخبره، تعرف امتى تختار الايكويشن دي وامتى تختار الايكويشن دي وامتى تختار الايكويشن دي. اتفقنا؟ زي الفل. طيب تعالى بقى نتعلم ازاي نرسم. انا عموما ملخصهم لك في البي دي اف ده. بص الجزئيه بتاعت البي دي اف ده كل الكلام اللي لازم نركز فيه ان العلاقه اليونيفورم بتكون دايركتلي لما يكون القانون فيه تايمز او ايه او ديفايد. تايمز او ايه او ديفايد. القانون بتاعنا لو بدأ من فوق الزيرو بيبقى القانون فيه بلس، يعني y equal x plus 5 مثلا. طيب امتى القانون بيبدأ من تحت الزيرو؟ لما القانون يبقى فيه ماينس. والديكريزنج ريليشن دي قصة تانية. طب هنتعلم بقى نرسم ازاي؟ الخطوات مرة كمان اهو، 3 خطوات يا جماعة نحفظهم كويس جدا. أول خطوة بنخلي الواي اكسس في طرف ونخلي الاكس اكسس في طرف، ودايما نركز كويس ان بقية الفيزيكال كوانتيتيز تكون ثابتة. ثابته بمعنى ايه؟ ثابته بمعنى ارقام، انت حط الارقام اللي تعجبك واللي تناسبك. تعال ناخد مثال. وانا بتعامل مع المسائل دي، تعال ناخد قانون بسيط خالص. الدنسيتي ايكوال ماس اوفر فوليوم. الراجل عايز يعمل علاقه ما بين الماس وما بين الفوليوم، ما بين الماس وما بين الايه؟ الفوليوم. القانون ده كده ما ينفعنيش. ليه يا مستر؟ انت لسه متفق معايا ان الواي اكسس لازم يكون طرف لوحده. طب انا ازاي اخلي الماس طرف لوحدها؟ الماس اللي هي اللي قدامي دي طرف لوحدها. احنا اتفقنا ممكن نعمل كروس مالتيبليكيشن، فالقانون بيكون ماس ايكوال رو تايمز فوليوم. كده الاكس اكسس في طرف والواي اكسس في طرف، بس الواي اكسس لازم يبقى طرف لوحده منفصل خالص. حتى لو جنبه كوفيشنت بنعمل ديفايد، يعني ده لو مثلا تايمز 2 هاخد ال2 تحت. اتفقنا؟ الجزئيه دي على فكره مهمه جدا، مهمه جدا، لازم تركز فيها، لازم اخليها لوحدها حرفيا. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده يا شباب؟ صلوا على النبي. انا اتفقت ان ده الطرف الاول اللي هو الواي اكسس وده الطرف الثاني. ابدا على طول اعمل جدول.
الجدول بتاعي بيكون مكون من بير. البير ده بيكون اكس وواي. هبدا احط بقى مكان الاكس ام اللي هي ماس، سوري انا اسف، مكان الاكس اكسس احط فوليوم، ومباني الواي اكسس احط ايه؟ ماس. واقسم بقى فوليوم على ماس، وابدا افرض من دماغك. هفرض 0 2 4، ممكن اقول بقى 6 8 10 اللي يعجبني. فانا كده خدت الاكس اكسس في طرف، ماشي، خدت ده تمام واخدت ده تمام. كده ناقصني مين؟ ناقصني الدنستي. فانا عندي الدنستي دي يا جماعه هي الحاجه الباقيه. ابدا افرض رقم، شوف الرقم اللي يعجبك وحطه. انا عن نفسي ممكن اختار 6 مثلا، اي حاجه 6 مفيش مشكله. لو اخدت الفوليوم 0 تايمز 6 بيدي 0. طب 0 او 2 تايمز 6 ب 12. طب 4 تبقى 24. طب لو عملنا 6 تبقى 36. لو عملنا 8 تطلع 48. لو عملنا 10 تبقى 60. لو خدت بالك من الايكويشن دي هتلاقي ان البدايه 0 0، يعني البدايه تحت. يا مستر مش انت كنت لسه قايل لي من شويه ان احنا البدايه بتاعتنا بتكون من الصفر لما القانون يكون تايمز وديفايد؟ بالظبط، القانون تايمز وديفايد اهو. فبادئ العلاقه بتاعتك منين؟ من هنا لحد كده، تمام؟ يعني لو اخدنا البوينت دي اسمها 0 0، البوينت دي اول بوينت اسمها 2 و12، تمام؟ لو كبرنا شويه هتبقى البوينت دي 24 ودي 4 وهكذا. ده كده القانون بتاعك. طيب نصعب الموضوع شويه، ممكن نعلي الموضوع شويه. طيب ايه القانون التاني اللي ممكن نحطه؟ ممكن اطلب منك ترسم لي الايكويشن دي V equal VB minus IR. اهم حاجه مستر تحدد الطرفين، ده I وده في. تقول لي ياه دي ايكويشن حلوه قوي، انا حبيتها. عارف ليه؟ لانك مخلي لي الواي اكسس في الطرف لوحده والاكس اكسس في الطرف الثاني، ومش محتاج اودي ولا اجيب ولا اقسم ولا اعمل، هي الايكويشن جاهزه بالظبط. طالما الايكويشن جاهزه نبدا بقى نعمل ايه؟ نعمل الجدول. الجدول بتاعنا بيكون متكون من جزئيتين زي ما اتفقنا، بيكون متكون من اكس وواي. الاكس ده بيكون الاي والواي بيكون الفي، تمام؟ ونبدا نفرض بقى من عندنا. لا يا مستر قبل ما تفرض معلش، مش انت اتفقت معايا ان انا بحدد الواي اكسس والاكس اكسس، وبعد ما احدد الواي اكسس والاكس اكسس ابدا افرض الارقام الباقيه؟ يعني مثلا انا اخدت الطرف ده معايا، اخدت ده في الواي اكسس واخدت ده في الاكس اكسس، اتبقى لي في بي وار. حط الفي بي برقم وحط الار برقم. انا عن نفسي ممكن احط دي 10 مثلا على سبيل المثال، وممكن احط دي 1. يعني انا حبيت احط الارقام دي. طبعا انت ممكن تجرب الايكويشن في البيت من ورايا برقم تاني وهتطلع معاك نفس الناتج بالظبط. طيب جرب كده يا باشا، لو حطينا مكان الاي 0 مفيش مشكله خالص. 2 نفس القصه. 4 عايز تعملهم 1 1 مفيش مشكله، عايز تعملهم بالشكل اللي انا بعمله ده احنا برضو تمام مفيش مشكله خالص. طيب يلا كده يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم. لو ركزنا مع بعض حطينا مكان الاي 0، حط هنا 0 كده، 0 تايمز 1 ب 0، 10 ماينس 0 تطلع 10. بعد كده 2 تايمز 1 ب 2، يبقى 10 ماينس 2 تطلع 8. حط 4 تايمز 1 ب 4، 10 ماينس 4 6. طيب 6 تايمز 1 تطلع 6، 10 ماينس 6 تطلع 4. عندك هنا 8، يبقى 8 تايمز 1 8، 10 ماينس 8 2، 10 تايمز 1 10، 10 ماينس 10 0. وبعد كده 12 تطلع بنيجاتيف 2 وهكذا. الايكويشن دي لما تيجي تترسم هتلاقي ان الفيرست بوينت اول بوينت عندك اسمها 0 10 اهي، دي اول بوينت عندك. وهتلاقي بالك ان انت الاي كل ما تحصل انكريزنج للاي الفي decreased gradually ويونيفورملي، الشكل هيطلع عامل كده. طيب اقف لحد هنا ولا اكمل يا مستر؟ لا براحتك والله انا ما عنديش اعتراض. انت لو ركزت معايا هتلاقي ان دي اخرك 10 بوينت 10 و0 اهي يا باشا، دي البوينت الاخير. والله لو عايز تكمل كمل، خدها لتحت شويه عادي خالص عشان يبقى معاك بوينت ساي متاحه. لو ركزنا مع بعض في البوينت دي هتلاقي ان هما بص كده البوينت دي اهي عماله تزيد اهي او عماله تقل اهي، ادي الانترسكت بوينت مفيش مشكله فيها خالص، تمام؟ بس يا باشا يبقى انت لو ركزت في الايكويشن هتلاقي بالشكل ده. اول بوينت هنا اسمها 0 و10، والبوينت اللي هي الانترسكتد دي اسمها 10 و0. البوينت دي بقى
اسمها 12 ونيجاتيف 2. الاكزامبل اللي بعد كده يا شباب اللي عايزين نرسمه معانا، بص كده، بقول ان I equals IG plus VG over RG. دي حاجة من قلب قوانين المنهج شابتر 2. تمام، احنا عايزين نرسم العلاقة اللي ما بين I الكبيرة اللي بره وما بين 1 over RS. طيب حلو قوي، انت اعتقد لقطتها، يعني انت كده اعتقد لقطتها. في بلس في القانون يبقى القانون هيبدا من فوق الزيرو. في انترسكتد بوينت، العلاقه مرسومه هنا. فين الواي اكسس والاكس اكسس؟ بص يا حبيبي، انا اولا عندي الطرف ده الواي اكسس، ده الطرف اللي هيبقى فيه الواي اكسس اهو، وده الطرف اللي هيبقى فيه الاكس اكسس. يبقى فين الجزء الاضافي؟ الجزء الاضافي الاي جي هتلاقيه في الجنب ده كده. فالبوينت دي مش هتلاقيها هنا، هتلاقيها بادئه مثلا من هنا كده ولا حاجه. تمام؟ طيب العلاقه طبعا هتكون ايه؟ دايركت بالشكل ده. طيب اعرفها منين بقى ان هي دايركت بالشكل ده؟ برضو ممكن نرسم، انت هترسم الجدول عادي جدا، هتعمل الجدول مفيش اي مشكله خالص فيه اهو. هتحط الواي اكسس والاكس اكسس وتبدا تفرد بقى. هتقول ان الاكس اكسس 1 اوفر ار اس وهنا اي، ونبدا بقى نفرد هنا 0 وبعدين نفرد 1 و2 و3 و4. انا كده اخدت ده وده، يبقى ده يا جماعه ثابت، ده كده هيبقى ثابت بالنسبه لنا وليكن 20، وده هيبقى ثابت وليكن مثلا 10، اي حاجه هيكونوا ثوابت. وغير الار اس وغير الاي، اتفقنا؟ يبقى انت اجمع ومشي بالطريقه دي. اعمل الايكويشن بتاعتك هتطلع معاك ايه؟ دايركت يونيفورم بالشكل ده، بس مش بادئه من الزيرو. اتفقنا كده على العلاقه؟ يبقى لو حبينا نرسم اي حاجه بالشكل ده هتطلع بالطريقه دي. طيب ارسم واحده كمان، ارسم واحده كمان. بص يا سيدي، عندنا مثلا ايكويشن بتقول ان كاينيتيك ايكوال اي ماينس اي دبليو. سهله جدا. ادي الكاينيتيك وادي الاي. طب ده انت كده محدد الطرف الاول في لوحده والطرف ده لوحده، كده ناقص ده. افرض اي رقم يعجبك يا باشا، 50 10 60 اي حاجه تعجبك، وابدا بقى اعمل الجدول بتاعك. الجدول بتاعك اهو، الجدول بتاعك فيه اكس اكسس واي اكسس. الاكس اكسس اي، الواي اكسس كاينيتيك. تمام؟ طيب لو فرضنا بقى نبدا نحط ارقام في الاي بقى، حط 0. عايزين نحط ارقام بالعشرات بقى، حط 10 20 30 40 50 وهكذا. تمام؟ عشان بس انا حاطط 50 فيبقى عشان رقم على نفس الوزن يعني. طيب لو انا فرضت او من عندي كده، لو انا فرضت ان الاي بزيرو، يبقى 0 ماينس 50 تطلع نيجاتيف 50. لو حطينا 10 يبقى نيجاتيف 40. لو حطينا 20 هتبقى نيجاتيف 30 نيجاتيف 20 نيجاتيف 10 0. خدت بالك من حاجه؟ دي بتزيد ودي بتزيد، بس البدايه 0 ونيجاتيف ايه؟ ونيجاتيف 50. دي بادئه من تحت يا باشا، دي بادئه من الماينس. خلاص بقى الموضوع اتهرس خلاص، يعني انت كده فهمت القصه بقى. فالعلاقه تبدا من تحت، اول حاجه خالص اهي بادئه من تحت اللي هي من 0 ونيجاتيف، وتطلع العلاقه بتاعتك يونيفورم. طب وانا بعرف العلاقه دايركت ولا اندايركت ازاي؟ بص يا سيدي، في كذا طريقه. لو انت عندك الحاجه فيها نيمونيتر فوق ونيمونيتر تاني، التو نيمونيترز ما بينهم ايكوال، نيمونيتر ونيمونيتر وما بينهم ايكوال، هيكونوا دايركت. ونيمونيتر وديمونيتر ما بينهم ايكوال هيكونوا انفرسلي او اندايركت. او ممكن الفجر اللي قدام، عندي الفجر ده التيبل الجدول بتاعي فيه اكس وواي اكسس، واحد زاد وواحد قل والكلام ده كله ماشيين قصاد بعض، واحد زاد واحد قل. طيب يبقى كده اندايركت. طب انا عندي هنا 0 10 20 30 45 50 ده انكريزنج، وبعدين نيجاتيف 50 نيجاتيف 40 انكريزنج برضه، تبقى دي دايركت جدا. فانا كده بعرف العلاقه دايركت او انفرس من الجدول اللي قدامي. اتفقنا على القصه دي؟ طيب ممكن نجيب واحده كمان، يعني ممكن نجيب فكره كمان. طيب في رسمه كمان ممكن نقرر ان احنا نرسمها زي بالظبط، ان الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ام في بار 2. هنا بقى هنقف شويه. هاف ام في بار 2 و ام في بار 2. كنت انا قلت لك من شويه ان في حاجات
يعني يونيفورم وحاجات نون يونيفورم. يعني في حاجات ستريت لاين بتطلع يونيفورم، لو ده زاد 5 ده بيزيد 5، لو ده قل 5 ده بيقل 5 بالظبط. طيب انا عندي بقى في هنا كيرفين. احنا اتفقنا ان في كيرفات ممكن تطلع نون يونيفورم. الكيرفات اللي بتطلع نون يونيفورم بيبقى شكلها عامل ازاي؟ تعالى بقى انا افهمك، صلى على النبي. تعالى نديك مثال بسيط خالص. العلاقه اللي بتربط ما بين كاينيتيك انرجي وما بين الفي باور 2. on the other side V وكاينيتيك. صلي على النبي. هنا يا جماعه انا بعمل علاقه ما بين ده ما بين ده وما بين ده. فانا كده ثبت، خدت بالك انا خدت الفي باور 2 كلها، يبقى مثبت هاف ام بس. فانا احط الام دي باي رقم. انا مثلا حابب احطها 6 عشان لما اضربها في نص تبقى 3، تبقى رقم سهل يعني. طيب حلو، خليتها كام؟ انا خليتها 6. اتفقنا؟ اهي. ابدأ كده اعمل الجدول. الجدول في باور 2 هفرضها واشوف الكاينيتيك. لو فرضت 0 1 2 مستر مره بتعملها كده ومره بتعملها كده. لا انا حر براحتي، مش تفرق، انت براحتك، شوف انت عايز تعملها ازاي. انا معاك في الحالتين، عايز تعملها 2 4 6 8 تمام، عايز تعملها رقم برقم، احنا حبيبي مع بعض مفيش مشكله خالص. طيب لو فرضنا 0 يبقى هنا 0 في 6 في نص يطلع 0. طيب ماشي. لو فرضنا 1 يبقى دول 3، الكفه دي كده خلاص 3، ودي 1 باور 2. 1 ولا 1 بس؟ لا هي 1. طب ليه يا مستر؟ اقول لك انا، صلى على النبي. لان انا هنا فارض الفي باور 2 كلها، يعني انا بتعامل مع الفي باور 2 ككل. هشيل في باور 2 واحط مكانها 1، يبقى 1 تايمز 6 تايمز هاف تطلع 3. طب لو حطيت 2 تايمز 6 تايمز 3 هتطلع 6. واخد بالك انت؟ لو حطينا 3 هتطلع 9. لو حطينا 4 تايم، ما احنا اتفقنا ان الكفه دي ب 3 بقى خلاص، تطلع ب 12، وبعد كده هتطلع ب 15. لو حد اخد باله هيلاقي ان دي بتزيد 1 دي بتزيد 3 تطلع العلاقه كده. يونيفورم. الله ماشي، تعالى بقى نشوف. شايف بقى دي؟ هنا العلاقه بقى يا جماعه معموله مع الفي ولا معموله مع الفي باور 2؟ لا المره دي معموله مع الفي. فهنا الوضع مختلف شويه. ليه يا مستر الوضع مختلف؟ لان طول ما هي معموله مع الفي انا لسه هربع، لسه هعمل باور، يعني وانا شغال لسه هعمل باور. انا برضه هفرض ان دي ب6، مفيش مشكله خالص. المره دي بقى انا هبدا ب0. 0 في 6 هيطلع 0. هجرب الواحد. 1 بقى اعملها باور ولا ما اعملهاش؟ اصل المره اللي فاتت انا ما عملتهاش لان انا شلت الفي باور 2 كلها وحطيت الارقام. المره دي انا بشيل الفي بس، لكن البراكت باور ما اتشالش، يعني الباور لسه زي ما هو، لسه هعمل باور، انا من نفسي لسه هعمل باور. فالاجابه بتكون ايه؟ 1 باور 2، لسه ال1 هتتعمل باور 2 فتطلع 1 في 3 تطلع ب 3. تقول لي ايه ده؟ طب ما زيها. لقيت قلبها عليا. لو انا فرضت 2 وال2 هتتعمل باور، اصل دي في فقط، لسه هحطها مكان الفي. شوف انا هشيل الاثنين واحطها هنا، فلو هجرب الاثنين هتبقى هاف 6 2 باور 2 فتطلع 4 تبقى 12. شفت بقى الفرق؟ طيب 3 هتبقى 9 تايمز 3 ب 27. 4 تبقى 16 تايمز 3 هتطلع تقريبا ب 48، مش متذكر يعني. 5 باور 2 تطلع ب 25 تايمز تطلع ب 75. لو خدت بالك هتلاقي ان الكيرف عامل كده. ليه يا مستر دايركت؟ ما هي دي بتزيد ودي بتزيد. طب ليه دايركت؟ نون يونيفورم. ليه طالعه بشكل نون يونيفورم كده؟ علشان الباور.
يبقى احنا كده ممكن نستنتج حاجه حلوه قوي. في حاجات ممكن تطلع لنا باور، وفي حاجات ما تطلعناش باور، سوري، في حاجات تطلع لنا يونيفورم، في حاجات ما تطلعناش يونيفورم. زي ايه يا مستر؟ بص يا سيدي، احنا ممكن نلخص الجزئيه دي في حته النون يونيفورم. في شويه حاجات بيطلعوا نون يونيفورم. ايه هم بقى شويه الحاجات اللي بيطلعوا؟ 1 2 3 4 5 6. ايه هم الحاجات؟ الباور 2، الباور 3، الروت، الساين ثيتا، الكوزاين ثيتا، التان ثيتا. دول حاجات ما بتطلعش يونيفورم. ازاي؟ يا باشا جرب الساين كده، ابقى جربها انت كده مع نفسك، ابقى اعملها انت لوحدك في البيت بقى. لو انا عملت ثيتا وساين ثيتا 30 60 90 120 150 180، جرب كده تجيب الساينات دي كلها. لو جربت تجيب الساينات دي كلها تعالى كده انا اكبرها لك شويه. ابدا بالزيرو وحط ثيتا ساين ثيتا. جرب تجيب كده على الاله ساين زيرو بزيرو، هاف 0.8. ما هو الهاف ده احنا ممكن نقول عليه 0.5 1 0.86 0.50. هل مقدار الزياده ده زي ده زي ده زي ده زي ده زي ده، مع ان ده كل ده يونيفورم، فيطلع شكلها عامل ازاي بقى بتاع الساين ثيتا؟ هتلاقي ثيتا مع ساين ثيتا عامله كده. اتفقنا يا شباب؟ يبقى بنرسم العلاقات بالشكل ده. اتفقنا؟ فدي ماكس اهي، دي هاف ماكس. يعني دي لو هتلاقي 1 دي هتطلع نص، بس النص مش 45، النص 30. شفت الفرق؟ وهكذا. تمام؟ طيب عظيم جدا. يبقى احنا كده خلصنا الجزئيه دي كلها، احنا خلاص بنفنش اهو الحمد لله. يبقى الكيرفات دي يا جماعه زي ما اتفقنا، في منها حاجات بتطلع بوست دايركت وحاجات بتطلع انفرسلي، في منها يونيفورم، في حاجات باور 2 اهي، شايف الباور 2. طيب اللي فيها، شايف اللي فيها في باور 2 دايركت، اللي فيها في فقط نون يونيفورم اهي. يبقى في علاقات يونيفورم وفي علاقات ايه؟ نون يونيفورم. تمام يا جماعه؟ طبعا انتوا مش صغيرين لما اقول لكم الساين والكوزاين والحاجات دي، ساين وكوزاين وتان. الفيجر ده بيطلع زي ما اتفقنا لما يكون فيه، هكتبها لك كده عليها دي، لما نعمل علاقه ما بين ساين ثيتا وما بين ثيتا، ما بين ساين ثيتا وما بين ايه؟ ثيتا. تمام؟ خلاص يا جماعه؟ طيب اخر حاجه خالص السلوب. احنا عندنا كام طريقه بنتعامل بيها مع السلوب؟ السلوب فيزيكالي اهو، في فيزيكال سلوب وماثيماتيكال سلوب. ماشي يا جماعه؟ في فيزيكال سلوب وفي ماثيماتيكال سلوب. تعالوا بقى نتعامل مع السلوب بشكل عام، لان السلوب ده شيء مهم جدا. الناس متعوده انها بتجيب السلوب ده ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها دلتا واي اوفر دلتا اكس. بتاخد رقمين تقسمهم على بعض. عندك ده مثلا ديستنس وده تايم، حاطط رقم كده، كاتب هنا 5 وكاتب هنا 2، فبتجيب ال V equal distance over time 5 over 2 يطلع 2.5. خلصت. طيب في طريقة تانية، الطريقة التانية اسمها تان ثيتا. ازاي يا مستر؟ بص يا سيدي، صلى على النبي. التان ثيتا ليها طريقتين، كده وكده. ايه ده؟ ما هي لا، اللي بدأ كده دي، شايف الثيتا دي؟ بناخد الثيتا هنا مش هنا. ماشي؟ اخد الثيتا مع الاكس اكسس. طيب دي يا مستر مش بادئه من الزيرو، اتعامل معاها ازاي؟ في الحاله اللي زي دي بقى بنعمل اكستنشن كده كأن ده الاكس اكسس الجديد، يعني كأن الخط ده هو الاكس اكسس الجديد، وبنبدأ ناخد الثيتا دي مش دي برضه، وهكذا. طيب يبقى ده تان ثيتا. طيب الطريقة الثالثة اسمها اريا اندر ذا كيرف. طب دي اجيبها ازاي او بلجأ لها امتى؟ الاريا اندر ذا كيرف دي بنجيبها في الفيجرز
اللي هي نوني، اللي هي مثلا ستريت زي كده. لو انا مثلا قلت اي تي، انا عندي الاريا اندر ذا كيرف اللي هي بتاعت الانتجريشن، الشكل ده يا جماعه واخد ريكتانجل، فانا هقول ان الكيو ايكوال اي تايمز تي. ده قانون في الفيزياء المفروض انك مش حافظه يعني. هضرب ده في ده ليه؟ لينس في ويدز. لو ده مثلا ب5 وده ب10 هتطلع 5 في 10 هتطلع ب50. 5 في 10 بايه؟ 50. خلاص يا جماعه؟ كولوم. طيب اخر واحده ودي بالنسبه لي اللي هي الانبهار كله، حاجه اسمها coefficient of x axis. دي بقى اللي انا محتاج ارجع لورا شويه واجيب لك كل القوانين اللي فاتت ازاي نقدر نجيب منها السلوب بمجرد النظر، وانا ما زلت عند وعدي ان انا هخليك تجيب السلوب بمجرد النظر. تمام يا جماعه؟ طيب عندك مثلا فيجر زي ده، بص كده، مين الاكس اكسس؟ اهو الفوليوم. مين الراجل اللي مضروب في الفوليوم؟ الرو بس. يبقى السلوب رو بس. شكرا. اقلب السؤال بس، خلصت كده. تخيل السلوب هو الكوفيشنت اوف اكس اكسس. طب بص هنا كده، مين الاكس اكسس؟ الاي، صح؟ الاي اهو. مين الراجل اللي مضروب في الاي؟ نيجاتيف ار. يبقى السلوب هنا هيطلع نيجاتيف. شكرا، خلصت. طب قلب الفيجر ده احنا عاملين ده الاكس اكسس 1 اوفر ايه؟ اوفر ار. ده كانه تايمز 1، يعني ده على بعضه. السلوب هو الكوفيشنت او الرقم اللي مضروب في 1 على ار جي، يبقى في جي. شكرا، خلصت. طب هنا مين الواي اكسس؟ الاكس اكسس الاي. طيب ايه الرقم اللي قدام الاي؟ 1 بس. خلاص، يبقى السلوب ب1. شكرا، بس كده. طب طالما السلوب ب1 يبقى لازم السيتا دي 45. لازم السيتا دي تبقى ايه؟ تبقى 45. اتفقنا يا جماعه الحته دي؟ طيب عظيم جدا. ده كده بالنسبه لنا الجزئيه بتاعت الايه؟ بتاعت السلوب. تمام؟ طيب الاريا اندر ذا كيرف بنجيبها زي ما اتفقنا. طيب ازاي نجيب الاريا اندر ذا كيرف لو في كيرف معقد؟ لو في كيرف معقد شويه اهو. بص يا سيدي، لو انا عندي شكل كده طالع وثابت ونازل وماشي كده مثلا، يعني ده فيجر اهو. عايزين نجيب العلاقه مثلا ما بين اي وما بين تي. الراجل مدي الرقم ده 50، ولا بلاش 50، خلينا في ارقام سهله. مدي ده مثلا 15 ومدي ده 10 اهو، وجا هنا كده وكاتب 5 وكتب هنا برضو 5 وكتب هنا 10. احنا عشان نجيب الاريا اندر ذا كيرف لازم نقسم الشكل ده. ازاي؟ اول حاجه لازم نقسمه كده عند الخمسه دي كده. تمام؟ فالحته دي كده كيرف معين. في بقى ده لو هنقسم الجزئيه الثانيه يا جماعه كده، تمام، دي بقى هتبقى اريا اندر ذا كيرف تانية، واحده تانية خالص، صح كده؟ التالتة بقى يعني انا بقسم الفجر بتاعي اكتر من شكل يعني، تمام؟ اللي هو الجزء الجرين ده هيبقى قصه تانية. فانا المفروض ان انا بجيب كل الاريز دي واجمعها مع بعض. ففي اريا في الاول، ماشي، في اريا هنا وفي هنا، ماشي، وفي هنا. تعال ناخدهم شكل شكل. ده تراينجل هاف بيز، البيس 5، الهايت 10. الجرين ده، الجرين، الشكل الجرين ده هيكون من 5 لحد 15 هيبقى 10، والهايت ده 5. طيب او الريكتانجل الصغنن ده من هنا لهنا، الحته دي كده من 5 ل 10 تطلع 5، والهايت ده برضه 5، يبقى دي 25 50، دي هتطلع 25، يبقى توتالي هتطلع 100 بليون بتات. فهمتوا يا جماعه لما يكون عندنا اكتر من شكل بنعمل ايه؟ طيب اخر فكره،
بصوا يا شباب صلوا على النبي. انا عندي الفيجر اللي هناك ده، نبدا بالفيجر ده عشان ده اسهل واحد فيهم. بصوا يا جماعه، انا عندي حاجه اسمها الكوارترز، الارباع. انا عندي الكوارترز دي متقسمه كده. الفيرست كوارتر ده كلهم بوزيتيف. السكند كوارتر هتلاقي ان ساين بوزيتيف، وده هتلاقي فيه ان التان هي اللي بوزيتيف، وده هتلاقي فيه الكوزاين هي اللي ايه؟ هي اللي بوزيتيف. فالكوارترات دي مهمه، يعني الكوارترات دي لازم تبقى فاهمها كويس قوي. ماشي؟ طيب حلو قوي. هنا كلهم بوزيتيف زي ما اتفقنا اهو. هنا البوزيتيف في الساين، وهنا في التان، وهنا في الكوزاين. فده كده فيرست كوارتر. طيب تعالى كده نجيب السلوب. هو اول حاجه، هو انا لما اقسم ماس على فوليوم يطلع ايه؟ يطلع دينستي. بالظبط، هيطلع رو. طيب الرو دي علاقه دايركت ولا انفرس؟ يعني فوق ولا تحت؟ لا فوق. طب ما انا عندي يا شباب ان السلوب برضو ايكوال تان سيتا، يعني السلوب رو والسلوب تان سيتا. هنا السلوب دايركت واحنا فيرست كوارتر. طالما احنا فيرست كوارتر الزوايا دايركت. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت ابص كده بالعين، ده زاويته كام وده زاويته كام؟ زاويه الاول حاسسها كبيره، فلما نيجي نحسبها هنلاقي ان تان 1 جريتر ذان تان 2، خصوصا انها فيرست كوارتر. يعني انت ممكن تجربها، ممكن تجرب 30 و60 او 30 و70 براحتك. كده كده طالما هو مش مدي ارقام انت ممكن تجيبها بالنظر، بمجرد النظر. فهنا تان 1 اكبر من تان 2. طب ما ده معناه ان سلوب 1 اكبر من سلوب 2. طب ما السلوب ده الدينستي يا مستر. خلاص يبقى كده استنتجنا ان دينستي 1 اكبر من دينستي 2. بيجيبها لك بقى بطريقه ثانيه في الامتحان، يقول لك لما نقسم دينستي 1 على دينستي 2 هتطلع ايه؟ قال لك هتطلع جريتر ذان، واخد بالك انت؟ هتطلع جريتر ذان ايه؟ جريتر ذان 1، وهكذا ان شاء الله. طيب ركز معايا، لما اقسم ماس على رو، انا عندي القانون بيقول ان رو في فوليوم بيساوي ماس. مستر القانون ما كانش كده. لا، ما انا ضربت عملت كروس مالتيبليكيشن. انا قلت لك ان انا بحب القانون يكون نيمونيتور بس. طيب لو انا قسمت رو اوفر ماس، لو قسمت ده على ده، عارف السلوب هيطلع ايه؟ السلوب هيطلع 1 على فوليوم. يبقى كده السلوب انفرسلي مع الفوليوم. يعني ايه؟ يعني الشكل بيقول ان تان سيتا 1 اكبر من تان سيتا 2. ده الشكل، لكن التان هو السلوب. بس هنا الفوليوم مش زي السلوب، ده عكس السلوب. فالفوليوم انفرسلي مع السلوب، عشان كده هتلاقي ان رو 2 اكبر من رو 1، ودي اكسبشنز كده. تمام؟ فنركز كويس. طيب اللي زي دي بقى بنعمل معاها ايه؟ لو حضرتك فاكر كويس، الانترسكتد بوينت دي كانت بتريبريزنت في بي، اصلا القانون كان كده اساسا. تمام؟ طيب دول يا جماعه ليهم كومن في بي، كومن بوينت. فاول معلومه نستنتجها من الرسم ان في بي 1 ايكوال في بي 2. شكرا. لو حد شاطر منكم فاكر الفيديو من اوله، كان السلوب هنا نيجاتيف ار سمول. انا فاكر. مستر هو انا لو ركزت في الانجل هنا مع الاكس اكسس والانجل هنا مع الاكس اكسس، هلاحظ ان الانجل الاولى اكبر من الانجل الثاني. بس في مشكله ظهرت معانا، ان حضرتك دخلت في السكند كوارتر. انت لما بتبدا تدخل في السكند كوارتر المساله بتبوظ. لو جربت على الاله تان 60 وتان 120 هتلاقي ان ال 60 لو جربت تان 120 وتان 160 هتلاقي ال 120 هي الاكبر. مع العكس تماما، لو انت جربت 20 و60 ال 60 هي الاكبر. الفيرست كوارتر هتلاقيها دايركت، يعني لو التان كبرت الانجل هتلاقي نفسك بتكبر التان برضه. في السكند كوارتر لما التان بتكبر الانجل بتقل، والعكس. يبقى انا عندي هنا عشان في السكند كوارتر البوزيتيف ساين، التان نيجاتيف، فبالتالي النيجاتيف التان معكوسه، فهتلاقي تان 150 كبيره وتان 160 هي اللي قليله، مع العكس تماما يعني. تمام؟ فهنا يا جماعه لو بصينا على الرسمه كده هنتفاجئ بايه؟ هنتفاجئ من الرسم ان سيتا 1 من الشكل يعني سيتا 1 جريتر ذان سيتا 2. بس هاجي قايل لنفسي كده استنى يا ولا، هو انا فاكر ان ده سكند كوارتر ولا فيرست كوارتر؟ ده سكند كوارتر. هتلاقي على طول بغض النظر على ان سيتا 1 اكبر من سيتا 2 الا ان تان 1 ليس ذان تان 2،
وكمان السلوب، يبقى R1 less than R2. فهمت الفكره؟ المساله دي مهمه، لو قسمت R1 على R2 هتطلع less than 1. خلاص؟ يبقى يا جماعه المعلومه دي مهمه جدا. طيب البوينت دي مختلفه، يعني هنا عندنا الفي بي الاولى اعلى سنه، في بي 1 اكبر من في بي 2. مفيش اي مشكله عشان البوينتس مختلف. طب السلوب دول يا جماعه باراليل. باراليل يعني الانجل دي قد الانجل دي، فكده سيتا 1 قد سيتا 2. خلاص يبقى تان 1 ايكوالز تان 2. طب ما هو تان 1 ده، تان 1 ده وتان 2 هو السلوب، يبقى على طول R1 ايكوال R2. خلاص يا جماعه؟ يبقى المعلومات دي مهمه جدا نركز فيها. خلاص؟ هذا ما نقوله والله اعلى واعلم. ان شاء الله انتظرونا في الفيديو الاخير باذن الله. الفيديو الثالث هيكون في الكونتنت بتاعه مش كبير برضو باذن الله، هنشرح فيه الفيكتورز والتحويلات، تمام، وتحريك البوينت. بس كده موضوع بسيط خالص، الفيكتورز والتحويلات، اكتر من كده مش هناخد ان شاء الله. تمام، ونتقابل على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حبايبنا طلاب الثانوية العامة اللغات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ اتمنى الجميع يكون بخير ان شاء الله. النهارده المحاضرة الأخيرة نكمل مع بعض الجزئية المتبقية بتاعة السلوبس. احنا خلصنا المرة اللي فاتت التعويض، احنا خلصنا المرة اللي فاتت، احنا بقينا بالظبط في الفيديو الثالث ده 3 جزئيات بالظبط. الجزئية الأولى هي التحويلات، والجزئيه الثانيه هي الفيكتورز، والجزئيه الثالثه هي تحريك البوينت. حاجات بسيطه يعني، الموضوع مش تقيل قوي يعني. ان شاء الله هنبدا باسهل واحده فيهم النهارده وهي البوينتس. بصوا يا جماعه، البوينتس دي واحده من اكتر الحاجات اللي كانت بتيجي في 2021. احنا هنجيب لك سؤال في الامتحان، والسؤال ده ماثيماتيكالي بيطلع ناتج على الاله. الرقم طلع معاك على الاله، رحت تدور عليه في الاختيارات ما لقيتش ولا اختيار موجود في الاختيارات. طيب ظهر عندي مشكله ان انا حاسس ان المساله شكك في نفسي ان الاجابه هي اللي غلط. طيب انا اجابتي بيكون صح والرقم اللي طلع على الاله برضه بيكون صح، بس ليه الاختيارات مش بتبقى مطابقه للاله؟ هنا بقى بيجي دور البوينت. البوينت يا جماعه او العلامه، البوينت دي لما بتيجي تتحرك انت بالظبط بتذكر رقم معين وبتحرك البوينت عشان تختصر الرقم ده، فبتعمله بالباور. طيب انا عايز افهمك حاجه، واحنا بنعمل باورات عموما، اي باورات عموما بنعملها، احنا بنحاول نوصل الرقم للرقم الصحيح لنفسه. ازاي؟ تعالى كده نديك مثال. لو انا قلت 1 2.3 تايمز 10 باور 3، حلو كده. الرقم ده يا جماعه لو انا خليته 1 2 3 وحطيت بره 0 تايمز 10، الرقم ده ما ينفعش يتغير. انا مديك رقم على الاله 12.3 يعني 12.3 تايمز 10 باور 3، ده طلع معايا على الاله. ببص في الاختيارات لقيتها بادئه ب 0.123. هنا بقى في الحاله دي لازم الرقم يطابق. اديك الطريقه اللي انا شخصيا بحل بيها، انا نفسي لما كنت طالب كنت بحل كده. الطريقه هي كالتالي: انا وانا بتعامل مع كونتنت او مع فكره زي الشكل ده كده، انا بعمل ايه؟ كل اللي انا بعمله في حاجه زي كده يا جماعه هو ان انا اركز جدا ان انا ارجع الرقم لاصله. انا كده كان عندي الرقم كان 12،
بقى 0.1. فالرقم علشان يتحرك من 12 ل 0.1 كده الرقم صغر، ولو الرقم صغر يبقى انا بوظته، انا لازم ارجع الرقم لطبيعته. طب ارجع الرقم ازاي لطبيعته؟ اقول لك بنرجعه ازاي لطبيعته. انت دلوقتي صغرت الرقم، فانت محتاج ترجع تكبره تاني. علشان ارجع اكبر الرقم تاني محتاج ازود الباور. انا حركت الباور البوينت مرتين، فيبقى خلاص ازود الباور 2، فخلي الباور كام؟ 5. نخلي الباور كام؟ 5 وهكذا. طيب تخيل بقى معايا الناتج طالع بالنيجاتيف. ازاي يا مستر؟ طالع 6.555 مثلا، تمام، تايمز 10 باور نيجاتيف 9، واحنا عايزين نخليها 655 فقط. طيب انا كان عندي الرقم 6.55 تايمز 10 باور نيجاتيف 9، هحولها الى 655 تايمز. انا كده اولا حولتها من 6 ل 600، يبقى انا كده كبرتها. لو انا كبرت الرقم يبقى انا محتاج اظبطها بقى، فانا محتاج اقلل الباور شويه. انا كده كبرتها عن الطبيعي، يبقى محتاج اصغرها شويه عشان ارجعها لطبيعتها. طبيعتها ان الباور ده المفترض انها اتحركت 2 بوينتس، فالباور ده المفترض ان هو يقل 2 بوينتس كمان، فيقل يبقى نيجاتيف 11. اتفقنا؟ يبقى دي قصه تحريك البوينت. فبتبص على الاختيارات في الاله، الاختيارات والاله، وتقارنهم ببعض وتشوف ده كان ايه وده كان ايه. تمام يا جماعه؟ يبقى اول توبيك بالنسبه لنا هو التوبيك بتاع البوينت، موضوع تحريك البوينت. تحريك البوينت ده واحد من اهم المشكلات ومن اكتر المشكلات اللي بتواجه الطلاب وهي بتحل. تلاقي الناتج طلع صح بس المشكله كلها معاه في الايه؟ في الباور. الاختصارات برضو بتاعت الباور بالمره يعني عشان تبقى عارفها. موضوع انك تتعامل مع الباور ده، ان لو في اكتر من باور في المساله. يعني يا جماعه لو في مساله فيها مثلا 6 تايمز 10 باور 2، وال2 دي معمولها باور 2 تاني، فتبقى 6 تايمز 10 باور 4. احنا عندنا الباورات بتتضرب في بعضها، لو في باورين فوق بعض بيتضربوا ببعض. طيب يبقى موضوع تحريك البوينت ده ناخد بالنا منه شويه واحنا بنتعامل معاه. طيب البوينت الثانيه هي التحويلات. طيب او نبدا بالفيكتورز احسن. تعال نبدا بالفيكتورز، صلي على النبي. انا هعلمك الفيكتورز. اول حاجه خالص احنا عندنا مثلا الجماعه بتوع الماس، تعالى كده ندردش مع بعض شويه. الجماعه بتوع الماس، احنا عندنا يا جماعه الجماعه بتوع الماس بقى بيعملوا ايه؟ بيريحوا نفسهم. يعني الجماعه بتوع الماس دول مريحين نفسهم خالص. انا مثلا كطالب بيدرس فيزياء، ايه اللي يفرق الفيزياء عن الماس؟ وانا كطالب مثلا بدرس ماس، ايه اللي يفرق لي مادتي اللي هي الماس عن الفيزيكس؟ بص يا سيدي، اول حاجه لازم تاخد بالك منها، كنت عايز اكلمك عنها بشيء من التفصيل الموضوع ده، يعني هو ان احنا لما بنيجي نجمع مثلا حاجتين، لو انا عندي مثلا 2 أو 3 و4 مثلا 4 بلس 3، 4 بلس 3 هتقول لي ايكوالز 7، مفيش مشكله. طيب المشكله فين بقى يا جماعه؟ المشكله بقى هتظهر لما يكون عندي فيكتورز اتجاه. يعني مثلا اتجاه ده كده واتجاه ده كده، او اتجاه ده كده واتجاه ده كده مثلا، يعني فاختلاف الفيكتورز ده يخليني انا ما اقدرش اجمع اي حاجه. يعني لازم بقى اسال على الفيكتور بتاعها. وبما ان الفيزياء مليانه فيكتورز ومليانه متجهات، فانت عندك مثلا حاجه زي الماجنتيك فلكس. عندنا الماجنتيك فلكس الدايركشن اوف موشن بتاعه هيكون from the north pole to the south pole. لو انا عندي فيكتور لماجنتيك فلكس مثلا، الماجنتيك فلكس ده اليونت بتاعته اسمها التسلا، فمثلا هقول 20 تسلا، حلو، وعندي فيكتور تاني 20 تسلا. طيب احنا اتفقنا ان هو من النورث للساوث. البوزيشننج بتاع الماجنتيك فيلد مختلف من مكان لمكان، بالاضافه الى اختلاف كمان، مش اختلاف البوزيشننج بس، لا هو اختلاف كمان وضع الماجنت. يعني الماجنت نفسه لو محطوط كده وماجنت تاني محطوط عكسه، فده بيعمل ماجنتيك فيلد وده بيعمل ماجنتيك فيلد. بس الاختلاف بقى كلها في الماجنتيك فيلد، ان التو ديفرنت ماجنتيك فيلدز دول ليهم دايركشنز مختلفه. في الحاله دي السماشن بتاعهم او المجموع بتاعهم بيبقى مش جمع، بيبقى مختلف. فهنا يا جماعه لما نيجي نتعامل مع الفيكتورز بالذات لازم نلجأ وان احنا نحدد اولا ليه كده فيرستلي ان احنا نعرف ايه هي الفيكتور ده بتاعها اتجاهه فين. يبقى بعد ما بنحدد الاتجاه بنبدا نتعامل بقى. عندي في الاتجاهات بتاعتي لو كان عندي التو فيكتورز دول have the same plane and have the same direction، يبقى كده
the summation of two vectors equals plus. طيب لو انا عندي two different direction of vectors on the same plane but different in direction، هم نفس الخط بس different في الدايركشن، يعني عكس بعض بالشكل ده كده، واحد كده واحد كده، واحد انت وواحد اوت، واحد اب وواحد داون، واحد رايت وواحد ليفت. فبالتالي كده في الحاله دي the summation of two vectors equal minus، يبقى انا كده هماينس التو فيكتورز دول من بعض. طيب الحاجه الثالثه لما بيكون عندي perpendicular vectors زي كده، واحد كده وواحد كده، تمام. البربنديكولار فيكتورز ده بقى بنتعامل معاه ازاي؟ بنجيب حاجه اسمها البايثاغورس، انت عارف الموضوع ده موجود في الماس، بنجيب روت الاكس اكسس باور 2 بلس الواي اكسس باور 2، تمام. يبقى نعيد الموضوع بشكل سريع، لما بنيجي نجمع في الماس بنجمع عادي ما بنتكلمش، لكن لما بندخل بقى في سكه الفيكتور، يعني لو دخلنا بقى في حته الفيكتور، لا الوضع معاك بيبدا يختلف. هنا بتسال نفسك سؤال، هو الفيكتور بتاعي ده او التو فيكتورز دول اللي انا بجمعهم مع بعض هما الاثنين have the same direction ولا opposite direction؟ يعني have the same direction ولا opposite direction، ولا الحاجه الثالثه ان هم perpendicular؟ هنا بقى يا جماعه كل واحد من دول بيختلف بناء على التاني. اعتقد انت كده النقاش اللي ما بيننا ده بدا يظبط معاك، بدات تفهم كده الفرق ما بين الاثنين. خلاص؟ طيب الموضوع ده هيبان على مدار السنه ان شاء الله، يعني ولو انا اعتبر ان احنا بنعمل اعلان في النص كده بالمره، احنا عندنا ان شاء الله يا جماعه ناويين نبدا المصادر بتاعتنا. انت هتلاقي عندك الحاجات دي متسجله على اليوتيوب. المنهج بتاعنا متسجل بالشكل كامل على اليوتيوب من قبل كده، موجود على الشانل عندنا، تمام. شرح طبعا ومراجعه، وكمان احنا عندنا الكورس التاسيسي اللي نزل بالفعل ده، وده الفيديو الثالث والاخير منه. عندنا حاجه كمان محتاجين نتكلم عليها، الا وهي ان احنا ان شاء الله ناويين ننزل بمنصه باذن الله لطلاب تانية بكالوريا اللي بيتابعوا معانا من محافظات بره مصر، طلاب التانية بكالوريا لغات وعربي باذن الله. احنا ناويين نقبل على النقطه دي باذن الله، وهنعمل المنصه بتاعتكم السنه دي، بس منتظرين بس تفاصيل المنهج تنزل ان شاء الله. فاحنا هيكون معانا النظام ماشي بشكل كويس جدا، فاتمنى من الله سبحانه وتعالى الفيديو ده يوصل للطلاب في تانية ثانوي قدر الامكان. الكورس هيكون مجرد كورس تاسيس على اليوتيوب، ولكن بعد كده المنهج بالتفصيل هيكون متواجد على المنصه كانك بتحضر معانا في السنتر بالظبط. نرجع بقى لمرجعنا الجزئيه الخاصه ب الفيكتورز. انا عندي الفيكتور يا جماعه متقسم زي ما اتفقنا لكذا حاجه. لو هما الاثنين have the same direction، في الحاله دي بعمل بلس. يعني مثلا عندي فيكتور كده 10 نيوتن وعندي فيكتور كده 20 نيوتن، دول السمشن بتاعهم بيطلع رايت 30 نيوتن، تمام. طيب لو انا عندي الاثنين opposite direction بيكون ماينس toward الكبير، يعني ده 20 نيوتن وده 5 نيوتن، فالسمشن بتاعهم يا مستر السمشن انت عامل بلس ليه؟ ما هو عكس بعض. لا، ما هو علامه البلس دي بالنسبه لي اللي هو السمشن، هيطلع كلهم 15 تو رايت لان ده الكبير. طيب لو كانوا هما الاثنين بيربنديكولار، يعني ده 5 نيوتن وده 12 نيوتن، السمشن بيطلع من هنا كده. خلاص ممكن نمسح الحته دي واشرحها لك بشكل الطف من كده، تمام. اهو بيبقى ده الفيكتور بتاعها، فبيكون الاف داش ايكوال روت 12 باور 2 بلس 5 باور 2 تطلع 13 نيوتن، والاتجاه بيكون كده. نسيت اقول لك، هم لو كانوا كده بالشكل ده فده الناتج، ده الفيكتور بتاعهم، ده الريزوليوشن بتاعهم او الناتج. طيب لو كانوا كده فالسمشن بيكون كده. طب لو كانوا كده فالسمشن بيكون كده. طب لو كانوا كده فالسمشن بيكون كده. تخيل كل اتجاه من دول واضح قدامك اهو، تمام يا جماعه؟ ده الاتجاهات بتاعتك. طيب لو عندي اكزامبل اصعب شويه، مثلا عندي واحد عامل كده، ده اتعامل معاه ازاي؟ انا متعود مثلا ان ده 50 نيوتن مثلا، وده رقم ما. هنا بقى لا هما اللي مع بعض فاجمع، ولا هما اللي عكس بعض فماينس، ولا هما اللي روت. هنا بقى الحل قدامي ايه؟
ان انا امسك الراجل ده، شايف الراجل المايل ده؟ المايل ده احنا ممكن نعمل له حاجه اسمها ريزوليوشن، تحليل. بنحلله ازاي؟ احنا كان عندنا حاجه اسمها فيكتور اناليسيس، الاف اكس يا جماعه والاف واي. يعني انا لو عندي فيكتور بالشكل ده اسمه اف، عايز اعرف لو عملت له ريزوليوشن افكه ازاي. ده اسمه اف اكس وده اسمه اف واي. عشان يبقى معايا اف توتال بيكون في سيتا هنا. اجيب الاف اكس ازاي؟ باخد الاف توتال ده واضرب كوزاين سيتا، تمام؟ او اف واضرب ساين سيتا وهكذا، تمام؟ فانا امسك الراجل ده احلله افككه. صدفه مثلا ان انا وانا بفكه فكيته لقيته عامل كده، يعني لقيت ده 50 زي ما هو، مفيش مشكله. ده بقى هو بيتعمل له ريزوليوشن يا جماعه، بيتفك كده، بيتفك بالشكل ده كده. فلما هيتفك هيلاقي نفسه عامل كده وكده. ايوه، كام وكام بقى؟ والله مثلا احنا بعد ما فكيناه اتوجد او لقيناه ان هو مثلا 30 نيوتن، ده مثلا كده 50 مثلا، تمام؟ وده 10 نيوتن. طيب كده اعتقد بقت سهله. كده بقى عندي 2 بلينز سوري of the same plane in opposite direction، فالمجموع بتاع دول هيبقى كام؟ 40. يبقى عندي 30 نيوتن فوق وعندي تو رايت 40 نيوتن. كده انا اختزلت او اختصرت الثلاثه في 2. بعد كده اجيب السمشن بتاعهم هيطلع ب 50 نيوتن. هي دي الفيكتور اناليسيس. يبقى دي ما بتجيش في امتحان عموما عندنا، حتى ما بنستخدمهاش في الفيزياء، ولكن عشان تبقى عندك برضو ايه الفيدباك. المهم تبقى عارف ان هم مع بعض بنجمع عكس بعض بالماينس. في حاجات بقى مشهوره يا جماعه، مثلا يعني مثلا الارقام لما بتكون شبه بعضها بنقول روت 2 لنفس الحاجه. يعني مثلا انا معايا فيكتور اسمه 5 وفيكتور اسمه 5، لو اتعملوا بلس بيبقوا 10، ماينس بيبقى 0، روت لو اتعملوا باور يعني بيبقوا روت 2 5 روت 2. طيب لو انا مثلا معايا 3 و3 بيبقوا 3 روت 2، لو 6 و6 بيبقوا 6 روت 2، 7 و7 ب 7 روت 2. دي حاجه كده ايه تحفظها انت. دايما الواحد والواحد بيطلعوا 1 روت 2، 1 روت 2 اللي هي روت 2 يعني، تمام؟ الاثنين 2 و2 ماشي، واخد بالك؟ يبقى 1 2 ودي يبقى 2 روت 2، 3 و3 3 روت 2. الحته دي بتتحفظ اللي هي من باب التكرار او من باب السرعه، ان احنا ما بنقعدش نركز في الكلام ده، لان احنا في الوقت بتاع الامتحان زي ما هفهمك في اخر الفيديو ان احنا عندنا يعني معايير مهمه للموضوع اكتر من انك تحل بس. لا، احنا محتاجينك تحل صح، محتاجينك تحل صح، محتاجينك تحل اسرع، محتاجينك تحل ادق، يعني تقفل الدرجه وفي نفس الوقت ايه في شكل اسرع، ان انت برضو بتلعب على فاكتور الوقت زي ما بتلعب على فاكتور المساله. خلاص يا جماعه، نيجي لاخر جزئيه. اخر جزئيه معانا في المنهج عموما في الكورس التاسيس كله على بعضه هو المالتيبلايد والفراكشنز بتاعه اليونتس. بصوا يا جماعه، عشان الخلاف القائم بتاع اليونتس نفهم بقى الموضوع ده. احنا لما نيجي نقول حاجه في فرق ما بين المالتيبلايرز وفي فرق ما بين الفراكشنز وفي فرق ما بين اليونت. اليونت يا جماعه هي الوحده اللي بنقيس بيها. طيب لو جيت قلت لك، ودي حاجات كانت غلط زمان كانوا بيقولوها في الساينس، كانوا بيقولوها لنا زمان في الساينس في اعدادي والكلام ده، هو كان مثلا ايه الماس بتتقاس بايه؟ يقول لك الجرام والكيلو جرام. ده غلط يا جماعه، يا جماعه غلط. مش اليونتس، الكيلو جرام مش يونت، الكيلو جرام مش يونت، الجرام يونت ماشي لكن الكيلو جرام مش يونت، الملي جرام مش يونت. افهم، حاول تفهم الموضوع ده بشكل ادق. انا لو عايز اكسبرس او اعبر عن حاجه انها كتيره، انها بتاخد وقت كتير قوي او الكلام ده كله او ما شابه ذلك، الوقت الكتير او الحاجات الكتير اللي احنا بنتكلم عليها دي احنا بنكسبرس على حسب مدى تعبيرك عنها. ديك مثال، تخيل مثلا حد عايز يقول لك ان منهج الفيزياء ده سهل، ففي واحد هيقول لك والله منهج سهل، واحد تاني يقول لك على فكره منهج الفيزياء سهل والله، واحد تاني هتقول لك لا 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 والله ده منهج كويس وسهل ولذيذ ومش عارف ايه. في واحد تاني يقول لك لا لا يا جماعه لا 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 ده سهل جدا والله يا جماعه، ده سهل جدا جدا جدا. شايف الفرق ما بين الليفلز دي؟ هو ده اللي احنا عايزينه. انا عايز اقول ان حاجه طويله وطويله قوي وطويله قوي 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 وطويله قوي 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 كتير كده، فاهم؟ عايز اقول وقت قليل، وقت قليل قوي، وقت قليل قوي قوي قوي،
هو ده الاكسبريشن ده يا جماعه بيسموه فراكشن او كسر. وفي المالتيبلايرز بقى اللي هي المضاعفات. فاحنا عندنا ستاندرد يونتس دي احنا بنمشي عليها. الستاندرد يونتس بقى ايه؟ هكتبهم لك بعد شويه. المهم احنا عندنا يونت. طيب لما اجي اقول لك مثلا سنتي تقول لي سنتيمتر، اقول لك يا ابني اسمه سنتي مستر. ايوه سنتيمتر. لا هو مش اسمه سنتيمتر، هو اسمه سنتي بس. طب يا مستر ملي متر يا مستر. لا هو مش ملي متر، هو اتنسب او نسبناه للملي متر لسبب ان احنا عايزين نقول طول صغير فبنقول ملي متر. طب ما انا لو عايز اقول زمن صغير هقول ملي سكند. انت عايز تقول يعني ان الحاجات دي ممكن تنتسب لاي يونت. بالظبط. انا عندي شويه يونتات حبيت اكبرهم هقول حاجه تدل على التكبير، لو حبيت اصغرهم اقول حاجه تدل على التصغير، بس كده. فانا هتلاقيني راسم لك ايه بقى؟ راسم لك في النص. بص كده يا باشا، هتلاقيني بدي لك هنا اللي لونها اصفر دي يونت، دي اليونت نفسها. في حاجات بالاخضر دي اكبر من اليونت، اصغر سوري من اليونت، وحاجات بالازرق او بالبلو دي بتكون اعلى ايه من اليونت شويه. فانا عندي اليونت دي 10 باور 0 اللي هي ستاندرد. عندي بقى دي سي بالترتيب كده، دي سي سنتي ملي مايكرو نانو انجسترو بيكو فيمتو، وتحت كده بقى كبار هكتو كيلو. موضوع الكيلو بالمناسبه يا جماعه، الناس اللي رابطه في دماغها كيلو جرام، يا جماعه الكيلو ده معناه الحاجه متكرره 1000 مره، يعني قدها 1000 مره. بس انا منزل مثلا البوست ده او منزل الفيديو ده على يوتيوب، فجاب مثلا 500 مشاهده 800 مشاهده مثلا 1000 مشاهده. اول ما نوصل لل1000 بتيجي قايل كي اللي هو الكيلو. هل بقى هما بينزلوا يوزنوا المشاهدات بالكيلو؟ يا جماعه لا، اسمها بتتقاس بالكيلو. تقول لي بس المشاهدات ما ينفعش تتقاس بالكيلو. لا بتتقاس بالكيلو، والكومنتس بتتقاس بالكيلو، واللايكس بتتقاس بالكيلو، كل حاجه في الدنيا بتتقاس بالكيلو. يبقى الكيلو ده مش اكسكلوزيف على الجرام. احنا ممكن نقول كيلو جرام عشان اكسبرس انه كيلو كتير، ان الجرامات كتيره، تمام. طب ما انا ممكن اقول ميجا جرام. ميجا جرام يا جماعه يعني انت بتتكلم في طن اللي هو 1000. لما تيجي تقول مش عارف تيرا اللي هو اعلى شويه، فانا الاكسبريشن عندي اللي هو حاجه كبيره قوي فباكسبرس الكيلو. يبقى الكيلو مش جرام خالص، والسنتي مش متر، هو السنتي سنتي فقط لا غير. الملي على فكره ممكن اقول ملي سكند عادي جدا، يعني ثانيه قليله او اقل من الثانيه، 1 على 1000 من الثانيه، تمام، لان الملي ده 10 باور نيجاتيف 3 زي ما شفنا في المساله كده. يبقى هكتو كيلو وميجا وجيجا وتيرا، تمام. طيب انا مستر بقى وانا احلها ازاي؟ بص يا سيدي، اول حاجه عايزك تركز فيها، انا هتخيل ان اليونتس دي عماره. العماره دي فيها دور ارضي، واخد بالك؟ فيها دور ارضي اسمه اليونت دي اللي على الارض. في تحت الارض في ادوار تحت الارض بالنيجاتيف، وفي ادوار فوق الارض بالبوزيتيف، تمام. انا بقى عايز اعمل ترانزيشن من فلاور معين لفلاور تاني. انا هروح من فلور لفلور تاني، من دور لدور. طيب ازاي اعمل ترانزيشن من دور لدور؟ ازاي امشي ازاي؟ بص يا سيدي، الطريقه سهله جدا. المطلوب منك اولا انك تمارس تبارتيسبيت الحاجات دي بقى، تبراكتس الحاجات دي بقى بشكل مستمر. البراكتسنج مع الحاجات دي بيخليك تبدا تحفظ الرقم بتاعها. بعد ما ببدا احفظ رقم كل واحده من دول، ابدا اعرف الادوار دي بتاعتهم دي عايشه فين. انا مثلا على سبيل المثال عايز اعمل ترانزيشن من الكيلو للملي. الكيلو ده باور 3 والملي نيجاتيف 3. افهم من ايه باور 3؟ باور 3 يعني الدور الثالث، وباور نيجاتيف 3 يعني الدور الثالث بس تحت الارض. تخيل انت عايز تنزل من الدور الثالث لحد الثالث في الجراج، فانت عندك 3 ادوار فوق الارض، وبعدين توصل للارض، وبعدين توصل 3 ادوار تحت الارض، فانت كده عملت ترانزيشن 6 ادوار. يبقى انت كده هتضرب في 10 باور 6. شفت الطريقه سهله ازاي؟ يبقى انت هتتخيل موضوع العماره هي بلوك، عماره، واخد بالك انت؟ البلوك دي عباره عن اكواد، كل عماره من دول واخده رقم 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 رقم. انا عايز اعمل ترانزيشن مثلا من الانجستروم للهكتو. الهكتو ده باور 2، فباور 2 يعني الدور الثاني، والانجستروم نيجاتيف 10
يعني الدور العاشر بس تحت الارض. فانا كده جاي من الدور الثاني نازل العاشر في الجراج. تخيل كده عماره فيها 10 ادوار جراج تحت. عادي عماره تحت الارض 10 ادوار مفيش مشكله. فانا عشان امشي من 2 فوق و10 تحت، يبقى انا عشان اعمل ترانزيشن من هنا لهنا محتاج امشي 12 دور. فال 12 دور دول كلهم على بعض ايه؟ انا كنت قاعد عليه بس خلاص مش محتاجه. لا خلاص مش محتاجه. تمام. انا اصلا اقل من ربع ساعه وهخرج اصلا خالص. ماشي. استنى كده دقيقتين كده من غير صوت عشان يقصوه. عشان ايه؟ عشان يقصوا الحته دي. يقصوها. ماشي تمام. ماشي تمام. السلام عليكم. الحمد لله. على حسب المادة يا فندم، على حسب حضرتك عايزة مادة ايه وسنة كام؟ تانية اعدادي. احنا هنبدأ العلوم. المس هتنزل عشان هي بس عندها مشوار مسافرة فيه، فلسه مش عارفين هي هترجع يوم الحد ولا الاربعاء، بس هي 100% الاسبوع الجاي يا الحد يا الاربعاء. دي هنبعتها لحضرتك بإذن الله اكيد. تمام. 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 وحضرتك بعتي يعني؟ طب النهارده باذن الله هنعمل لحضرتك الكلام ده، لان هما الشباب بيبقى عندهم ضغط شويه. هو انا مدير مكان، هما شباب بيبقى عندهم ضغط شويه. اهلا وسهلا بيك. بيبقى عندهم ضغط شويه ان هما بيبقى مثلا عليهم مسجات كتيره وشغل كتير. بيبقى مثلا ممكن اكتر من مدرس، والماده الواحده بيبقى مثلا شغالين عليها 6 فروع. يعني زي مثلا الدراسات، احنا شغالين دراسات مثلا 3 سنين في ابتدائي و3 سنين في اعدادي، فعندنا 6 دفعات. فالعيال ممكن الشباب ممكن يكونوا بيتلخبطوا او ينسوا ارقام او كده. فحضرتك ممكن تبعتي نقطه بس. لو الرساله مبعوثه من قبل كده ابعتي لنا نقطه، والمسج دي هتظهر لنا على طول، هتطلع لنا فوق. لان هو الرقم بتاعي اصلا انا ما عنديش واتساب. هو الرقم اللي حضرتك بتكلميني عليه ده ما علوش واتساب اصلا. هو الواتساب اللي انت كنت بعت اخره 991 بالظبط، ده عليه واتساب. ابعتي عليه نقطه، المسج ان شاء الله هتطلع فوق خالص، لان هي اكيد تاهت مننا تحت في اخر الشات تحت. فبعت لنا نقطه، المسج هتطلع فوق. لو في اي جديد اكيد هنضيفك النهارده في الجروب بحد اقصى النهارده، انا هاكد عليهم ان شاء الله. ماشي. مس ايمان ابراهيم. مس اسمها ايمان ابراهيم.
العربي انا عندي مستر اسمه محمد، ده كان شغال معايا السنه اللي فاتت، هو ممتاز جدا، ده مكمل معانا. الانجليش والله انا عندي دروب في الانجليش، المس اعتذرت والله العظيم، وانا مش لاقي بديل لحد دلوقتي، فلسه بدور. يعني دي انا اصلا مش متاكد منها، لان المس اللي كانت شغاله معايا قبل كده كانت شغاله في الرياضه، في مستر اسمه محمود عادل وفي مستر اسمه زياد، ولو انتوا اصل الرياضه دي بالنسبه لي انا بشوف ان هي فروقات فرديه، فانا ممكن اعمل لحضرتك اوفر كويس جدا ان هو ممكن يحضر مره هنا ومره هنا، انا ممكن احضره مرتين عادي، يعني اللي يعجبه يكمل معاه، هما الاثنين زي بعض والاثنين كويسين والاثنين متساويين جدا. هو يمكن محمود ده شاطر سنه في ثانوي، مستر محمود عادل ده شاطر اكتر سنه في ثانوي، لكن هما الاثنين في اعدادي يكاد يكون متكافئين، فانا ممكن برضو احضر لحضرتك ابنك في الحصتين فور فري، يجرب هنا ويجرب هنا واللي يرتاح لي. الرياضه بالذات والله هي اللي بعمل لها الاوفر ده، لان الرياضه بحسها فيها فروقات، مش كل الناس بترتاح، ممكن يبقى مدرس شاطر جدا والطالب ما يفهمش منه، لان الرياضه فيها فجوه، الرياضه بالذات. فالرياضه احنا فاتحين فيها العرض ده، ان اي حد ممكن متاح يجرب هنا وهنا، واللي يرتاح معاه يكمل معاه ان شاء الله. ان شاء الله. الدراسات معانا مستر اسمه يحيى برضو، ومستر اسمه مصطفى، هرشح لك يحيى ده، يحيى احسن بكتير منه وكويس جدا يعني. في مصطفى ويحيى الاثنين كويسين والاثنين شغالين، بس يحيى ده متمكن اكتر شويه يعني، حاجه و30 سنه شغال بقاله فتره طويله يعني.